في وقت دايما بيجي على الإنسان بيبقى مش حاسس إنه قادر يعمل حاجة، ودايما بيبقى حاسس كده إنه فاقد للشغف. فقدان الشغف ده جزء من العملية، لازم عشان توصل تفقد الشغف وتبقى عامل كده. بس المشكلة بقى في فقدان الشغف إنه بيوقفك ويخليك تفكر كتير، ليه إحنا كده أصلا؟ وليه بنفقد الشغف؟ ونعمل إيه عشان الإحساس ده ما يكملش معانا؟ اول حاجه هو ان انت دايما بص على الهدف الكبير. كلنا بنحط اهداف في حياتنا، كلنا بنحط اهداف وحاجات عايزين نوصل لها، ولكن ما ينفعش ان احنا نقيس مجهوداتنا والحاجات اللي احنا بنعملها بقدر وصولنا للهدف ده. ما ينفعش ان احنا نيجي في اول الطريق او في نص الطريق نبص كده ونشوف احنا قربنا قد ايه، لان منطقي في الاول ان احنا مش هنكون لسه قربنا، هيكون لسه فاضل وقت، هيكون لسه في حاجات كتير محتاجين نعملها. اي هدف كبير مكون من حاجات صغيرة، حاجات لو عملناها وانجزناها كلها الحاجات الصغيرة الكتير دي هنوصل في الاخر للهدف الكبير ده. فمنطقي ان احنا هنيجي في اول الطريق او في نص الطريق هنلاقي ان احنا موصلناش لاي حاجة، ولكن ده مش حقيقي، احنا قربنا او مشينا الجزء ده. فساعتها قدامك اختيارين، يا اما انت تبص على الهدف الكبير ده وتلاقي ان انت موصلتش لحاجة، وده ساعتها هيبقى طبيعي جدا، يا اما تبص للحاجات الصغيرة وتكتشف فعلا انك شغال وبتسعى ومش واقف. فبالتالي فرحتك بالحاجة الصغيرة دي هتختلف تماما، ونظرتك ليها فعلا هتختلف، وهتعمل الحاجة الصغيرة دي بإتقان وانت مبسوط حتى وانت بتعملها ومش متضايق. عشان ما تفقدش الشغف وعشان ما تسيبش الحاجة وتمشي لازم تركز على الخطوة الصغيرة بس، اوعى تبص على الهدف الكبير. ببساطة أقصر طريق توصل ليه الحاجة اللي أنت عايزها هو أطول طريق. وأنا ما أقصدش أطول طريق بمعنى حرفي، ولكن أقصد طريق طبيعي لأي إنسان المفروض يمشي عشان يوصل هناك. لو جه حد قالك إن في طرق مختصرة، لو جه حد قالك إن إزاي تعمل 1,000,000 جنيه بعد بكرة، لو حد جه قالك إزاي تبقى ناجح وجامد بعد شهر، الكلام ده كله مش حقيقي. هو في طريق واحد، طريق طويل ولازم تمشيه، ده اقصر طريق ممكن توصل بيه لحاجه. ما تخليش حد يجي يضحك عليك او يخدعك وتمشي وراه وتفضل تضيع وقت في حاجات فعلا مش توصلك لحاجه، كل اللي بتعمله ان هي بتضيع وقتك بس. فلازم تبقى فاهم كده كويس قبل ما تبدا ان الطريق ده عادي، طريق طبيعي، طريق طويل، هياخد وقت ومجهود، بس هي دي التجربه الكامله، هي دي القصه اللي انت لازم تعيشها كامله عشان تعرف فعلا توصل للحاجه اللي انت عايز توصلها. ببساطه، لا تنخدع بالبيئه اللي حواليك. دايما وانت ماشي في رحلتك او انت ماشي في الدنيا بتشوف الناس اللي حواليك، بتشوف بقى دايما بقى الحاجات الحلوة، الناس اللي وصلت لنجاحات، اللي اترقى، اللي جاب عربية، اللي جاب شقة، اللي اتجوز، واللي حقق نجاحات اكتر. بس في نقطة ان محدش هيحكي لك على فشله، محدش هيشير فشله ده معاك. محدش يجي يقول لك ان مثلا مديري النهارده اتخانقت معاه في الشغل، محدش هيجي يقول لك انا خسرت النهارده فلوس، محدش هيجي يقول لك ده، محدش هيجي يقول لك الحاجات دي كلها. ممكن تلاقي مثلا حد مشارك اللي هو النهارده انا متضايق مش عارف ايه، حاجات زي كده، لكن اخفاقات بجد فعلا الحقيقه الكامله مش محدش بيشيرها. كلنا بنحتفظ بالحاجات دي لنفسنا. حاجه اقول لك انا نجحت، انا جبت درجه كويسه، انا اترقيت في الشغل، انا جبت عربيه، انا جبت حاجه شير ده معاك. فبالتالي السوشيال ميديا اللي احنا بنشوفه عليها دلوقتي ان الناس كلها كويسه وان في ناس كتير وصلت لحاجات احنا ما وصلنالهاش، ده مش حقيقي. يعني كل واحد فينا مختلف عن التاني، ومش شرط اللي اشوفه ده حقيقي. فصراحة السوشيال ميديا اللي خلانا فعلا كلنا بقينا بنبص لبعض دلوقتي وكلنا فاكرين ان قصصنا كلها شبه بعض. لا، ممكن انا وانت نشبه بعض في حاجات معينة، ولكن برضه انا ليا تجاربي وقصتي وانت ليك تجاربك وقصتك الكاملة. فما ينفعش انا وانت نقارن نفسنا ببعض، في الاخر انا ممكن اوصل لنتيجة انت ما توصلهاش والعكس برضه صحيح. ما ينفعش ان احنا ننخدع بالبيئة اللي حوالينا، ننخدع بالحاجات اللي بتحصل حوالينا. في الاول والاخر هي قصتك مختلفة بكل تفاصيلها، فعلا مختلفة. مهما تشابهنا انا وانت في بعض الحاجات، او قصتك قصة حد تاني في بعض الحاجات، برضه هتفضل مختلفة. رابع حاجة محتاج تعملها هو ان انت تغير هدفك. يعني ايه تغير هدفك؟ تغير هدفك هنا ما اقصدش ان انت تشوف حاجة تاني تعملها، لا، ولكن تغير هدفك انك تخلي هدفك دايما الاستمرارية، انك تشوف الحاجة اللي انت عايز توصل لها وتقسمها وتقطعها لحاجات صغيرة كتير جدا تعرف تعملها كل يوم. فبالتالي تبقى الحاجة الصغيرة دي عادة بالنسبة لك، حاجة فعلا بتعملها كل يوم، فتبقى عامل زي كرة الجليد اللي دايما ماشية وبتاخد جليد معاها فبتكبر بتنمو، فدايما بتكبر، يعني هي بشكل مستمر بتكبر. وهنا اللي نقصد معنى الاستمرارية فعلا، تبقى عامل زي كرة الجليد دايما ماشية ودايما بتكبر. حاجة مهمة جدا لازم تعرفها هو ان الفعل يتبعه حماس وليس العكس. مش على طول هتبقى متحمس، مش على طول هتبقى مبسوط، مش على طول هتبقى عايز تعمل حاجة، ولكن لو بدأت فيها ده هيديك احساس لو انا بعمل حاجة، فيلا نكمل بقى، يلا اعمل الحاجة اللي بعدها، يلا شوف انا عايز اعمل ايه. فدايما فعلا الفعل هو اللي بيتبعه حماس، هو مبسوط لما بتعمل الحاجة،
مش مبسوط قبل لمّا بتعملها، بالعكس تبقى متضايق وقرفان مش هاشتغل، مش قادر أعمل حاجة بقى، بكرة، تعالَ نأجل العمل اليومي للأبد ممكن؟ فدايمًا مش هتبقى مبسوط، دايمًا مش هتبقى عايز تشتغل، مش هتبقى عندك الحماس الكافي اللي يخلّيك تقعد تعمل الحاجة. ويعني من أحسن الناس اللي اتكلموا عن الموضوع ده هو أحمد أبو زيد، فيديو فعلًا ممتاز ممكن تتفرج عليه هيفهمك فعلًا فكرة الحماس والفعل وإن أنت إزاي تبدأ في الحاجة من غير ما تكون متحمس أو مبسوط أو عايز حتى تعملها. في النهاية في حاجة مهمة جدًا لازم تعرفها هو إنك دايمًا هتبقى خايف، دايمًا هتبقى خايف من خيبة الأمل، خايف من الفشل، خايف إنك ما توصلش، بس لازم تفهم إن نتيجة سعيك في الآخر هتوصلك مهما كان، كل ما هتسعى هتوصل. مش لازم الخطة تمشي زي ما انت شايفها او زي ما انت متخيل او زي ما انت حتى راسمها في دماغك، لازم تثق شوية في اختيارات ربنا انك في الاخر مجرد انسان حقيقي ما تعرفش حاجة. لازم ترتب كل حاجة وتبقى فاهم اننا في الدنيا زي ما الشمس بتطلع هيجي برضو عليها وقت وهتغيب والليل هيجي، بس ده ميمنعش ان هي هيجي في وقت تطلع تاني. لازم تبقى فاهم ده كويس عشان تعرف تعيش مبسوط وراضي في الدنيا.